اكتر لاعب منحوس في الدوري المصري. يا ساتر يا نهار. نتكلم النهارده عن عبد الرحمن جبنه. عبد الرحمن جبنه بقى ده لعيب مصري الدنيا مش ماشيه معاه شويه، هما مش شويه بصراحه، هما شويتين. في شهر 8 اللي فات فسخ عقده مع النادي العربي الكويتي بعد ما لعب معاهم 11 دقيقه بس. ده طبعا بسبب خلافه مع وكيله اللي ضحك عليه وسجله في نادي في الدرجه الرابعه في مصر، وهو في نفس الوقت على قوه النادي الكويتي. عايز حضرتك تقنعني ازاي؟ علشان بعدها بشهر يتعاقد معاه نادي الاتحاد السكندري مجانا. يقوم يحصل خلاف بينه وبين بابا فاسيليو مدرب الاتحاد السكندري، والمدرب يحط في دماغه ويقعده دكه. لحد من اسبوعين قدر ان هو يطلع اعاره لنادي غزل المحله، والراجل فعلا لعب ماتشين وقدر ان هو يسجل. يقوم سبحان الله يا مؤمن غزل المحله يقيل شوقي غريب لسوء نتائج الفريق، ويعينه مين بقى؟ ايوه برافو عليك، بابا فاسيليو المدير الفني للاتحاد السكندري اللي كان على خلاف مع عبد الرحمن جبنه. امال يعني هتنتهي نهايه سعيده وننجح مثلا؟